تخيل معايا انك ترجع للماضي، لماضي اديسون، ماضي ليوناردو دافنشي، ماضي الشخصيات اللي مكتوبه في التاريخ واللي لها انجازات، وتشوف ازاي كانوا بيتعاملوا اثناء الظروف الصعبه، اثناء ما كانش معاهم فلوس، اثناء ما كانش حد بيدعمهم، اثناء ما كانش في حد بيعلمهم، اثناء ما كانت الامور معاهم مش احسن حاجه، وازاي بقوا الشخصيات دي. احنا في الغالب كلنا عارفين شخصيات كتير باسماء كتير، ولكن المشكله ان احنا مش عارفين الظروف اللي مروا بيها وازاي يتصرفوا مع الظروف. لان هي الفكره ان انت وقت ما بتشوف طريقه تعامل الناس دي مع الظروف وطريقه تفكيرهم وبتراقبهم وبتعرف هم ازاي يفكروا، بيدوك نبذه بسيطه عن ازاي ممكن تتبع شغفك، وفي نفس الوقت تختار الاختيارات اللي توصلك لنقطة في النجاح تحس بيها، تحس بالاختلاف، تحس بالتميز. لأن أصلا اتباعك لشغفك الحقيقي مش مجرد إنك ماشي ورا حد أو الكلام ده كله. هتحس إنه عامل إنك بتشد خيط من ملايين الخيوط، والخيط ده لو أنت شديته اللي هو شغف الحقيقي، حياتك هتتغير 180 درجة. ولكن الفكرة إنك تعرف تشوف ملامع الخيط ده، لأنه طبيعي هيكون مميز عن الخطوط اللي قبل كده. وطبعا الحاجات دي بيتكلم عليها كتاب، طبعا أنا لسه ما كملتوش، انا قارئ حوالي نصه، كتاب الاتقان. ده نفس الشخص اللي كاتب كتاب القوه 48 قانون للقوه. فبيتكلم على 3 مراحل يوصلك لمرحله الاتقان اللي مرتبطه بالشغف بتاعك. المرحله الاولانيه هي انك تعرف شغفك اصلا، بمعنى انك تعرف انت بتحب ايه، وشغفك متجه لايه. مثلا حوار الفن بقى اللي هو كتمثيل، كرسم، كمعمار، ككل الكلام ده، معرفش الاختراع، كل ذلك. فحتى كان بيتكلم عن قصة في الأول على ليوناردو دافنشي، بيتكلم انه شغفه كان من صغره. لان في الغالب زي ما اتكلمت قبل كده، ويعني لقيت ان الكتاب ده مأكد كلامي، ان الشغف مرتبط بالطفولة بنسبة 100%. بحيث انك وقت ما انت بتتولد بشكل غير لاواعي في الفترة بتاع الطفولة دي اللي قبل فترة المراهقة، بيبقى روحك اللي بيوجهك واللاوعي اللي عندك بالحاجات اللي متطابقة مع الروح بتاعك ومتطابقة مع الشغف بتاعك. وكان ليوناردو دافنشي كان شغفه كان بيوجهه لانه يروح وفي الغابات ويقعد يتأمل، وكان بيركز في التفاصيل قوي، بحيث انه يبص مثلا للوردة، يبص على التفاصيل بتاعتها وهكذا. ولحسن حظه وسبحان الله، الواحد وقت ما بيتبع الشغف وحتى لو بدون وعي بيتوفر له الحاجات للطريق. بمعنى ان ابوه كان شغال في مكان حكومي، كان بيشتغل، كان بيحتاج ورق. فالورق زمان كان غالي، فكان من هنا كان بيمارس شغفه بالرسم كبداية، رغم ان هو انطلق في مجالات مختلفة. تمام. وهكذا. فدي كانت مثلا البدايه. وحتى وقت ما ابوه حاول يجبره انه يخش وظيفه حكوميه وقتها، بحيث ان هو كان موظف حكومي برضه عشان يامن مستقبله وكل الكلام ده، هو حس بضغط رهيب. تقريبا قعد سنتين لحد ما جاب اخره، وبعدين ساب اهله مره واحده، فاهم اللي هو، وراح تبع شغفه بقى ليوناردو دافنشي اللي هو عارفينه ده. ولكن في فرق، هو كان ماشي وعارف هو ايه اللي محتاجه او ايه اللي رايح له، بحيث ان هو خلاص هو عارف شغف وعارف ان هو حوار الرسم والفن والهندسه وكل الكلام ده. فبس حتى وقت ما راح للمدينه اللي راحها اتعلم هندسه، اتعلم فيزياء. هتقول الحاجات دي مرتبطه في ايه؟ حوار التماثيل وكل ده. فده النقطة. تاني نقطة بقى هو اللي هو بيقول عليها التلمذة، فكرة انك انت تكون خبير او تلميذ في حاجة معينة. والحاجة دي طبعا مرتبطة بشغفك، بحيث ان هو كان زي ما احنا اتكلمنا مثلا في ليوناردو دافنشي، علشان يوصل للليفل ده يكون يعرف يخرج فيه الفن بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي. لو بحثت عن ليوناردو دافنشي، اتعلم زي ما قلت الهندسة، اتعلم الفيزياء، بحيث إنه مثلا كان يرسم، يعمل حجم تمثال كبير لازم يعرف القوة. طب الوزن هنا ممكن الدراع، يعني انت متخيل كان مهتم بالتفاصيل بشكل جبار. حتى لو ذكرنا في حد تاني مايكل انجلو، واللي هو كان بيعمل تماثيل اللي لونها ابيض، الرومانيه او اليونانيه تقريبا، ده اتعلم برضو من المجالات اللي اتعلمها التشريح. يعني اتعلم تشريح بتاع الطب علشان يعرف يرسم العروق اللي انتوا بتشوفوها على التماثيل اللي لونها ابيض، اللي احنا بنتعجب ان ازاي الناس دي وصلت لمرحله الاتقان ده. فهنا الفكره. فحتى لو احنا بصينا برضو نبذه بسيطه على النقطه دي، هتلاقي ان الاشخاص اللي كان عندهم عمق وفن فعلا زي حوار التماثيل وفي معظم المجالات، كان بيربطوا مجالات مختلفه. حتى في حاجه في حاليا في مثلا في العصر الحالي، اللي هو الاعصاب الاليه، اللي هي في الروبوتات او الايد الاصطناعيه، اللي طور الحاجه دي واحده
كانت علشان تطورهم عشان ده شغفها راحت تدرس علم الأعصاب بتاع الطب وخدت فيه درجة علمية، وبعدين رجعت دمجته مع حبها للروبوتات وطورت مثلا النهج ده. فانت بتلاقي ان في المرحلة دي وقت ما انت بتلاقي شغفك بتحس انك انت ماشي. انا ماشي، انا عايز مثلا حوار زي ما قال ليوناردو دافنشي، حوار مثلا انه كان فنان في التماثيل. ماشي، طب انا عايز انا برسم الايد البشريه والعروق والكلام ده، عايز ابان الجزء ده. ما اعرفش، ده راح درس تشريح. هي كانت بتحب الايادي، وكانت اللي هو عايزه بكل بساطه انها تفهم اكتر وتحاكي الايد البشريه بقدر الامكان، فدرست اعصاب بحيث ان حتى المستشعرات والحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي اللي ممكن واحد يقدر يتحكم بايده، رغم ان هي مجرد حته حديده ممكن نقول لازقه بس كده. فهو كده. فالمرحله الاولانيه انك بتعرف نفسك، بتعرف شغفك، بتحاول تفتكر الماضي، بتحاول تشوف ملامح فيه، بتحاول تتبع احساس كده ان هو وقت مثلا تبص على كتاب تلاقي مثلا حاجه معينه، بتحس بحاجه شداك كده، في حاجه بتكون شداك. والكده بيبقى مفضل ان اصلا في المرحله دي لو انت ما فيش اي ملامح انك تعرض نفسك لكل حاجه، تعرض نفسك خاصة بالكتب، الكتب السهلة على فكرة. الكتب أسهل حاجة إنك تلاقي شغفك، بحيث انك انت والله افرض علشان والله افرض تدرس بقى تشتغل كمبرمج سايبر سيكيورتي. طبعا البرمجه تحتها يعني حاجات كتير، سايبر سيكيورتي اللي هو بتاع الاي اي، الويب، الموبايل، معرفش ايه. لو انت دلوقتي معظم المجالات دي انت ممكن على الاقل فيديو 10 دقايق، لو احنا برضو حل تاني بعيد عن القراءه، فيديو 10 دقايق انك تقرا عن او يجي لك ملخص عن المجال هيكون كويس. ولكن برضو الكتب حلاوتها انها بيكون فيها قصص عن الاشخاص وعن المجالات، شخص بيحكي لك عن حكايته، فانت وقت ما الشخص بيحكي لك المسار بتاعه ازاي ممكن تحس نفسك انك بتحب تعمل الحاجات اللي هو بيعملها عشان يتعلمها، وهكذا. بعدين انت بتيجي المرحله الاخيره. والمرحله الاخيره بكل بساطه انك بتبدا تعمل بقى اللي هو بتبدا تعمل بالعلم، اللي هو بتخرج بقى من اللي هو بتتخرج من مرحله التلمذه. ولكن طبعا التلمذه الشخصيه اللي هو انت شغال على نفسك بنفسك غير بتاع المدارس، بمعنى اللي هو انت بقيت خبير مثلا في الذكاء الاصطناعي، انت بقيت خبير في الروبوتات، انت بقيت مهندس، اللي هو انت شغال بنفسك على نفسك بحيث انك بتوصل نفسك. انت متابع المجال بشكل او باخر، ولكن انت بتحاول بتبدع فيه، بتحاول تكون اللي هو ليك اسلوبك الخاص، الناس عارفاك. بحيث ان زي ما انت تشوف يعني لو احنا بنتكلم على البرمجه، في البرمجه في اكتر من اجزاء في البرمجه، او اكتر من طرق برمجه، مثلا في كتابه الكود، في معرفش ايه بتتكتب، دي اصلا هتلاقيها مرتبطه باسم اللي عملها، تمام، لان ده اسلوبه. فبالمثل هتبدا بقى تكون من الناس دي اللي هو بيبقى بيعملوا حاجات بتتكتب باسمهم، وهكذا. وبس. فده المختصر. فبكل بساطة أنا أنصح طبعا مليون في المية إنك تقرأ الكتاب ده، كتاب جميل جدا هيفهمك أكتر. وفي نفس الوقت مش هقول غير اتبع شغفك، اتبع شغفك، اتبع شغفك، ولكن أعرف شغفك الأول. يعني اللي هو مش فكرة ابدأ دور على نفسك من جوه، بعدين تلاقي نفسك وهتلاقي نفسك انت عندك جوع للتعلم، انت عندك فضول، انت مستعد اللي هو تقلب الدنيا دي رأسا على عقب علشان توصل للي انت عايز توصله بشغفك ده. ولكن طول ما انت اصلا مش عارف انت عايز ايه، يعني انت عايز ايه، انت عايز ايه، انت مش عارف انت عايز ايه، فازاي اصلا فاهم اللي هو المشكله ان مثلا انت هتحاول انك تطور نفسك، انك تتعلم انجليزي، تتعلم برمجه وانت اصلا مش عارف انت عايزها ولا لا. انت مثلا انت انت نسيت، او انت مش عاطي اهتمام لانك تفكر انك تدور على نفسك، ومثلا عايز تعيش بس يعني احنا مش جايين عشان نعيش، يعني بجد احنا مش جايين الدنيا عشان نعيش، احنا جايين عشان نعمر. فلو انت كل اللي همك ايه فترة اللي كده بنصح بالكتاب ده. الكتاب ده بجد متكلم على شخصيات كتيرة، وبقى مفيش اعذار، بمعنى ان هم اشخاص هتشوف ظروفهم اسوأ من ظروف اي حد ممكن تتخيله. تمام، وقدروا ينجحوا. ولكن هو الفكره كان في لان يعني حتى وقت ما انت هتلاقي شغفك لو انت ليه، هيكون في تضحيات انك هتلاقي نفسك بتستحمل ظروفك عادي وعلى قلبك زي العسل لانك عارف انت رايح فين. هتلاقي مثلا ظروف، لو انت هتضحي مثلا انك عايز تشتري كتاب، فانت مش معاك فلوس، مصاريف ممكن الكتاب ده عشان مش متوفر، فهتشتريه بفلوس غاليه، فمعرفش هيأثر على فلوس اكلك، فانت هيكون على قلبك زي العسل انك في الشهر ده ما تاكلش بالشكل اللي انت لو انت مثلا مغترب، علشان مثلا انت عارف انت رايح فين. فهو الفكره وقت ما هتلاقي شغفك هتكون انت عارف رايح فين،
الظروف كلها هتبقى على قلبك زي العسل، لان خلاص انا فاهم، انا عارف اللي بيحصل لي ده ليه، انا عارف ظروفي صعب يعني، فاهم، انا عارف ان ده لازم استحمله عشان اوصل للنقطه المعينه. خلاص انت عارف انت رايح فين، وبعد كده حياتك هتتغير كده يعني، فاهم. هي بتقعد طبعا هي مش مدة صغيرة للأسف، من 2 ل5 سنين، وقت ما انت بتلاقي نفسك، وبعدين تخش مرحلة اسمها مرحلة التلمذة، وتشتغل على نفسك وتكون حوت في المجال بتاعك. انت طبعا في أثناء المرحلة دي مفيش مشكلة انك تحاول تلاقي اي حاجة مرتبطة بشغفك شوية، اللي هو وظيفة جانبية، تدريب معرفش في ايه، بارت تايم او فيل تايم، بس في نفس الوقت حاول تدور على حاجات مرتبطة بشغفك وحاجات حابب تتعلمها. وبتمنى لكم التوفيق. سلام.